الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. القضية اللي حنتكلموا عليها اليوم خطيرة جدا، خطيرة وخطيرة جدا، ولذلك ماذا بيا تسمعوا. حبسوا كاع واش راك دير في المكتب، في المطعم، في الدار، حبسوا كاع باش تسمعوا، لأن القضية خطيرة تتعلق بالحلال والحرام. هناك مواد راهي تباع للشعب الجزائري يأكلها وهي حرام، تحتوي على مكونات خنزيرية، بعضها أدوية، بعضها طعام، أكل، مشروبات، يعني نقانق مستوردة من الخارج. ولكن المصيبة أن الخنزير وصل إلى الخبز الجزائري. الخبز اللي راهي تدخل فيه المكونات من هذه الخميرة، تحتوي على مادة مستخلصة من جلد الخنزير. هذه هي الرسالة التي وصلت إلينا اليوم. تقول صاحبتها: أختكم في الله جميلة من الجزائر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ وكل طاقم قناة النهار المميزة جدا والجريئة، يا شيخ نرجو منكم المساعدة والبحث المعمق في هذه القضية العويصة المؤلمة في آن واحد، وليتسن لكم أن تبلغوا ذلك للناس عن طريق قناتكم التي تهتم بهذه القضايا. وجدت من واجبي أن أعلمكم، ولو أنه حديث مقتضب، بهذا الموضوع الخطير جدا. لقد شد انتباهي في الموقع الإلكتروني أن بعض أطعمتنا الأساسية المستوردة ضارة ومصنوعة من الخنزير ومشقاته من دهن وعظام، والطامة الكبرى من جلده العفيف. من جلد الخنزير. ولذلك راني حاب ندير نداء خالص للمستورد الذي استورد هذه الخميرة، المستورد الذي استوردها، ماذا به وضح لنا واش المقصود ب 491، وماذا بينا نقابة المخبزات والخبازين يوضحوا لنا هذه الخميرة اللي يديروها في الخبز واش معناتها 491، وماذا بينا وزارة التجارة تتدخل واش معناتها 491، وماذا بينا وزارة الشؤون الدينية تتدخل واش معناتها 491، وماذا بينا الجمارك الجزائرية التي تراقب يخبرونا واش معناتها 491. هذه الخميرة العجيب في الأمر أنها تكاد تكون الوحيدة في السوق. وراهي الخميرة تاع الجزائر، وراهي الخميرة اللي كانت تديرها يما ويماك وجدة وجداك، جزائرية حلال في حلال. الآن يجيبون من فرنسا خميرة يعني يدخل في تركيبها جلد الخنزير الذي حرمه الله من فوق 7 سماوات.
ماذا بينا نسى اللي راهم يسمعونا، ونسى اللي راهم يخبزوا الخبز في البيوت، والمخبزات اللي راهي تخبز للمسلمين في الجزائر، أن يتوقفوا عن استعمال هذه الخميرة حتى يبين لنا هذا المستورد أنها حلال في حلال، ويوقف الأمور حتى يعلما ما الله فيهن به قد حكما. المسلم يتوقف حتى يتبين الحلال والحرام، ماشي نقعد ناكلها ونبدأ نبحث ولا حلال ولا حرام، لا لا، أتوقف وأبحث. ولذلك ندائي لهذا المستورد أنه يوضح لنا ما المقصود بالأورو 491. تقول هذه الجميلة الجزائرية، هذه الفحلة المؤمنة اللي خداها غيرها على الحلال والحرام، تقول: وفي الشوكولاتة الدهن ساندوكس يدخل في تكوين أنواع من الشوكولاتة، بل إنني أعلم أن هناك أنواع من الشوكولاتة يدخل فيها حتى القمل، يحيوا القمل في أوروبا لأن ما عندهم لا حلال ولا حرام. تقول الأخت الكريمة: فأرجو من حضراتكم التكفل بهذا الموضوع وإبعاد ولو القليل من الضرر عن المسلمين. إن خطر أكل الحرام لولا سخط الله، نعيش في سخط الله، كيما راهم يغرقوا فينا في الربا، راهم يغرقوا فينا في الحرام، كي ولات مادة مستخلصة من الخنزير تدخل في الخبز، والشعب الجزائري يحب ياكل الخبز، وملي كانوا مارينا وجدادنا ياكلوا خبز حلال من القمح والشعير والفارينة، حاجة حلال في حلال، هم جاوا اليهود والنصارى دخلوا لنا الخنزير حتى في الخبز، يجي نهار يدخلوا لنا الخنزير حتى في الماء اللي رانا نشربوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لولا سخط الله. ثانيا، الدعاء ليس مستجاب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليعلمنا الخير قال لنا على وحد الإنسان، قال لنا: مأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف ربي يستجب له؟ يا فديد، يا ربي يا ربي يا رب، وربي ما يستجبلوش. على لأنه كل الحرام. ولذلك درت نداء ونعاودو، نقعد نعاودو حتى نصيب اللي يسمع إن شاء الله. كيما رانا دايرين الجمارك تراقب من الجانب الاقتصادي والمالي، كيما رانا دايرين البياطرة يراقبوا من جانب الجودة، علاه ما نديروش هيئة شرعية تراقب الحلال والحرام؟ يعني الجمارك يراقبوا الوثيقة، هذه السلعة شراها ولا ما شراهاش، مزورة ولا مش مزورة، الجودة، النوعية، الكمية، المقدار، هذه وظيفة الجمارك. ولكن الجمارك ماشي هما اللي يقول لك حلال ولا حرام. علاه ما تكونش لجنة شرعية؟ إنسان لما يحب يستورد مادة معينة يروح يديها لتلك اللجنة، اللجنة تدرسها من كل جوانبها، وبعد ذلك تصدر فتوى شرعية بجواز إصدار هذه المادة وجواز أكلها، أو أنها من المحرمات فلا تستورد أبدا. لجنة شرعية. يبعثوا رجل الأعمال الهندي يجيب لهم بالبقرة